بيفوز الأهلي بالسوبر المصري رقم 13 ليه في تاريخه من 17 مشاركة. أساسا السوبر كله اتعمل 20 مرة، فأنت طبعا أرقام النادي الأهلي بعيد جدا جدا عن أي منافس. بيبدأ كولر اللقاء صراحة بتشكيلة مفاجأة بالنسبة لنا كلنا. الراجل بي خط الدفاع والحارس طبعا ما فيش فيهم جديد. الشناوي ومحمد هاني وعبد المنعم ومتولي ومعلول. خط الوسط لعب بمروان عطية وحمدي فتحي وقندوسي. طبعا كلنا كنا متوقعين ديانج، بس هو لعب بقندوسي ب... للمهام اللي بيقدر يعملها قندوسي من اختراق والزيادة في ال 18 منافس. الخط الأمامي برضو راجل بيبدأ ببيرسي تاو وشريف على حساب كهربا وعبد القادر على حساب حسين، بيحتفظ بيهم كأوراق رابحة والكلام ده. التركاية دي نفعت جدا في المباراة، لأن لو لاحظنا في الشوط الثاني بيراميدز وقع بدنيا والأهلي نزل كهربا ونزل حسين ونزل ديانج، بقى في تفوق بدني غير طبيعي للنادي الأهلي. مش هنتكلم كتير ان لو الزمالك كان شارك كان زمان الماتش خلص من بدري. بدل ما دخلنا في 120 دقيقة وبتاع. طبعا بهزر، الزمالك فريق قوي، فريق كبير. طبعا جماهيريته كان هتفرق طبعا في المباراة. بس مبروك للنادي الأهلي السوبر ال 13. مبروك لمارسيل كولر البطولة الرابعة مع النادي الأهلي. باتشيكو مش محظوظ معانا، بتاع القضية ممكن. وادي النهائي بتاع الكاس اللي فات مع بيراميدز والسوبر دوت. بس طلع هو بعد المباراة بيطلع تصريح سخيف ما فيش مفهوم. بيقول لك انا عرفت ليه مرتضى منصور ما رضيش يشارك. ما رضيش يشارك ليه؟ ايه مشكلتك؟ ايه اللي حصل معاك؟ ده انت في كذا كورة الحكم، يعني الكورة بتاعت حسين الشحات وعلي جبر دي ضربة جزاء، كان فيها طرد علي جبر برضو. انت فاهم ازاي؟ لكن كورة كده الاهلي تفوق عليك عشان الاهلي كان احسن، الاهلي كان فعال اكتر على المرمى، وكان عنده حارس كبير عملاق اسمه محمد الشناوي. هنا الشناوي بيستعيد كتير من مستواه السابق مع الاهلي. بيتصدى لكرة وليد الكارتي دي اللي في الدقيقة 70، دي الكرة دي جون. الكرة دي دخلت الماتش كان هيتقلب قلبة غير طبيعية طبعا. أنقذها ببراعة. الكرة برضو اللي في الدقيقة 114 في الوقت الإضافي دي بتاع دودو الجباس. كريدت للشناوي، بيستعيد كتير من مستواه صراحة. كان مباراة جميلة جماهير. عشان بس الناس تقول لك المخرج كان بيصور حتة معينة، المخرج جايب صورة من فوق بالكاميرا الجوية. الجماهير مفيش مكان في الملعب فاضي، مفيش مكان في الملعب فاضي. ما حاولش زايد ان عشان الزمالك بقى ما جاش فجماهير لا، الملعب كان عن اخره. مباراة جميلة، مباراة احتفالية جميلة. الخاسر الوحيد فيها هو نادي الزمالك. زائد بيراميدز. بيراميدز خسر في المباراة والزمالك خسر من قبل المباراة ما تبدأ. في برضو خبر جميل لكل الأهلاوية. يعني بالنسبة لنا المنافس الجاي بتاعنا الترجي، الكاف بيعاقبه بسبب شغب الجماهير، هيلعب مباراة الأهلي بدون جماهير. فدي نقطة برضو جميلة جدا وفي صالح النادي الأهلي إن شاء الله، تكون كريدت لينا إن إحنا نتجاوز الترجي ونوصل نهائي الأفريقي. مبروك للأهلي. كان سهرة جميلة، فرحونا. كولر على طول بيراهن على أشياء وبتطلع صح. يعني احنا لما شفنا التشكيل، انا شفت التشكيل في الاول قلت الراجل ده ايه اللي بيعمله؟ فين كهربا؟ فين؟ بس الراجل كان رهانه صح. استغلهم في الوقت المناسب، عارف الحالة البدنية بتاعت كل لاعب. طبعا الف سلام على محمود متولي، خضنا طبعا عليه في اخر المباراة. مبروك لكل منظومة بتاعت النادي الاهلي. بالتوفيق دايما، ولا عزاء للحاقدين.